بيبدأ الفيلم بوحش ضخم محبوس في معمل كبير وبيحاول الوحش انه يهرب، وبنشوف دكتورة اسمها زارا بيتكلم برينش مدير معمل البحوث وبتقول ان الوحش ده اكتشاف القرن، لكن ساعتها بتشوفه قدامها وبتخاف منه وبتنده للامن والوحش بيجري ويهرب منهم وما بيقدروش يمسكوه. بيجري الوحش في المدينة وسط العربيات ومش بيبقى عارف هو رايح فين لحد ما بيلاقي بيت هادي وبيطلع يستخبى في السطح بتاع البيت، وبيلاقي اعلان على شاشة كبيرة في الشارع على صورة جبل ايفرست بيفضل مركز معاها. بعدها بنشوف بنت صغيرة اسمها يي عايشة مع مامتها وجدتها، وبتخرج يي لكن ما بتقولش لأهلها هي رايحة فين، وهم بيستغربوا انها بتخرج كل يوم من البيت بالرغم انه مفيش دراسة. وبنكتشف ان يي بتشتغل شغل كتير زي انها بتبقى عاملة نظافة او جليسة اطفال او اي حاجة تانية مقابل انها تجمع اكبر قدر من الفلوس، وبتتبهدل جدا يي وبسبب شكلها المبهدل بتتعرض للتنمر من اصحابها، ومعاهم جين ابن عمها اللي بيكون مهتم بنفسه وشكله، لكن يي ما بيهمهاش وبتكون واثقة جدا من نفسها. بيجي لها بنغ جارها بيطلب منها انها تلعب معاه شوية، بس هي بتقول له انها تعبت جدا في الشغل ومش هتقدر تلعب معاه. ولما بترجع البيت بتسمع مامتها وجدتها بيتكلموا عن معاناتها بعد وفاة والدها وبتكون صعبانة عليهم جدا، ولما بيشوفوها بيطلبوا منها انها تاكل معاهم، بس هي بتقول انها مش جعانة وبتطلب مامتها منها انها تعزف على الكمان، لكن هي بتقول لها انها باعته. ولما بتدخل هي اوضتها بتعمل نفسها نايمة لحد ما مامتها بتدخل تطمن عليها، وبعد ما بتخرج بتطلع ايه صاحيه وبتنط من شباك اوضتها وتطلع على سلم لحد السطح، وبنشوف انها بتجمع الفلوس علشان تطلع رحله احلامها اللي كانت المفروض هتطلعها هي وباباها، وبتكون مخبيه الكمان اللي قالت لمامتها انها باعته، وبتطلعه تعزف عليه شويه وهي بتتفرج على صورتها مع والدها لحد ما بتيجي طياره بتعدي من فوقها وبين شدتها بتقع ايه وبتوقع الكمان. ولما بتروح تجيبه بتشوف ايه الوحش الضخم نايم وبتخاف جدا منه وبتحاول تجيب الكمان من غير ما تصحيه، لكن الكمان بيعمل صوت والوحش بيصحى وبيكون مخيف جدا وبتترعب منه ايه، لكن بيخاف الوحش من الطياره اللي بتكون تبع معمل بيرنش وبتفهم ايه وبتخبيه منها لحد ما الطياره بتمشي، وبترجع ايه تبص على الوحش بس بتلاقيه نايم. بتفضل ايه على السطح طول الليل ماسكه عصايه الكمان وخايفه تنام لحد ما بيطلع النهار، وبتمشي ايه وبتروح شغلها. وفي الشارع بيشوف دكتورة زارا وباقي افراد مختبر برينش بيدوروا على الوحش، وفي حد بيقول لهم انه شافه وبيعرضوا فلوس كتير للي يلاقيه. بترجع يي البيت وبتاخد اكل كتير وبتشوفها جدتها فبتقول لها انها جعانه، وبتكون جدتها عرفت انها بتشتغل كتير وبتقول لها يي انها بتسلي وقتها بس، وبتطلع يي علشان تدي كل الاكل للوحش لكنه بيكون عنيف جدا، ويي بتشوف في ايده جرح وبتربطه فبيهدى وبينام. بعدها بنشوف يي بتحاول تخبي المكان اللي هو فيه وبتحط حواجز كتير جدا علشان محدش يقدر يوصل له، وبتدخل يي تشوفه بيكون خايف جدا وبيعيط، وهي بتهديه وبتعزف على الكمان وبتقول له انها لما كانت بتزعل والدها كان بيعزف لها على الكمان. بتلاحظي ان الوحش مركز مع صورة جبل ايفرست وبتفهم ان ده هو موطنه، وبتبحثي عن كائنات جبل ايفرست وبتعرف ان في كائن خرافي عايش على جبل ايفرست اسمه كائن الياتي. وفي المعمل بنشوف بيرنش وهو بيكلم الحرس وبيقول لهم انهم لازم يلاقوا الياتي باي طريقه. بعدين بيفضل الياتي يلعب وبيشد التكييف بحبل من شقة يي، وبيجي بنغ علشان يلعب مع يي، ولما بيشوفوا حبل بيشد التكييف بيفكروا ان في حرامي بيسرقهم، فبتطلب منه جدتي انه يمسك الحرامي وبيطلع معاه جين على السطح، وبيتخضوا لما يشوفوا الياتي. فبيقوم جين طالب الشرطه ويي بتحاول تمنعه وتقنعه انه مش مؤذي وان ده حيوان الياتي، لكن هو بيقول لها ان الياتي ده شيء خيالي وملوش وجود اصلا. بتكون دكتورة زارا والحراس سامعين المكالمه اللي بين جين والشرطه وبيروحوا بالهليكوبتر على بيتي، وبتقول يي للياتي يهرب بعيد لكن هو بياخدها معاه، وبيفتكر جين وبنغ ان الياتي خطفيه فبيروحوا وراه، وساعتها الهليكوبتر بتكون بتلاحق الياتي وبتقدر توصل لمكانه. بيلاحظوا ان في بنت صغيره معاه، وقبل ما بيمسكوه بيبدا عرض الاضواء في المدينه، فبيقدروا انهم يهربوا من الطياره وبيوصلوا للمينا ومعاهم جين وبنغ. وبتقول يي للياتي يركب القارب وبتفهمه انه ما ينزلش منها لحد ما يوصل لجبل ايفرست، لكن بعد ما القارب بيمشي بتقرر يي انها تروح معاه، وبيشوفها جين وبيقول لها تتراجع، لكن بنغ بيجري علشان يروح معاهم لكنه بيقع في الميه وبيلحقوا الياتي، وساعتها جين ما بيلاقيش حل غير انه ينضم ليهم. بيفضل جين يزعق ليه ويقول لها انهم كده مش هيعرفوا يرجعوا البيت وان اللي عملوه ده غلط، لكن يي بتكون سرحانه وهي بتتفرج على البحر. بعد كده بنشوف بيرنش وهو بيزعق للحراس وبيهزقهم علشان ما يقدروش يمسكوا الياتي، وبيقول لهم ان ده كان الاختراع اللي هيعرضه على المؤتمر العلمي، وبيأمرهم يدوروا عليه ويجيبوه حي او ميت. فبتقترح عليه الدكتور زارا انه يعرض في المؤتمر مجموعه الافاعي النادره اللي هم اكتشفوها،
اسمها بدل الياتي. لكن برنش بيتعصب وبيقول لها انها كانت المسؤولة عن الياتي وان هي اللي لازم ترجعه زي ما ضاع منها. بيدخل واحد من الحراس وبيقول له ان في عامل في المينا شاف اطفال مع كائن غريب، فبيطلب برنش من دكتور زارا انها تساعده يرجع الياتي، وزارا بتقول له انها تساعده بشرط ان الياتي يرجع حي وما يأذيهوش هو وباقي الحيوانات، وهو بيوافق. بعدها بنشوف جين وهو بيكلم مامته وبيطمنها عليهم وبيكذب عليها وبيقول لها انهم في بكين، وبتحاول تشرح للياتي خريطة جبال الهيمالايا وازاي يوصل لإيفرست. فبيقول لها جين انهم مستحيل يقدروا يوصلوا لإيفرست علشان هو بعيد جدا عنهم. بيوصلوا للمينا وبيستخبوا كلهم في صندوق كبير لنقل البضائع لحد ما بيوصلوا لمكان فاضي وبينزلوا من الصندوق وبيفضلوا يتناقشوا ويشوفوا هيعملوا ايه بعد كده. وبيتفاجئوا ان الياتي بيحول لونه لضوء ازرق، والضوء ده بيخلي ثمار التوت تنمو وبتبقى ضخمه جدا، وهم بيخافوا او بيجروا منها لحد ما بيوصلوا لمكان هادي وبيستقروا فيه. جين ما بيبقاش عاجبه المكان على عكس اللي بتكون منبهره بشكل النجوم وجمالها. بيحاول جين يقنعها انها ترجع عن اللي في دماغها وترجع مدينتها، لكنها بتكون مصره انها لازم ترجع الياتي لاهله وهو بيسخر منها. فبتقول له انه اناني وبيفكر في نفسه بس عمره ما هيعرف قيمه العيله. بيروح برنش ومعاه دكتورة زارا للمينا، وهناك بيتبعوا اثار الياتي لحد ما بيوصلوا لمكانه، وفي الوقت ده بيحاطوا المكان بطيارات آلية. وبنكتشف ان الياتي عنده قدره انه يحول اي حاجه لشيء ضخم، فبيحول ريشه صغيره لريشه ضخمه جدا بيمسكوا فيها وبيطيروا لمكان بعيد. لكن جين ما بيقدرش يلحقهم، فبيتفقوا انهم هيتقابلوا عند النهر. وبتوصل دكتور زارا وبتتكلم مع جين، وجين بيقول لها انهم اشرار وعايزين يأذوا الياتي، لكنها بتقول له انهم بيحموهم من الياتي لانه ممكن يأذيهم. وبيقتنع جين بكلامها وبيقول لها على المكان اللي فيه الياتي. بتوه وبينغوا معاهم الياتي في مكان صحراوي، وبتطمنهم وبتقول لهم انها تحاول تلاقي طريقه تخرجهم من المكان ده. بعدها بنشوف برنش وهو بيتكلم مع جين وبيحكي له ان العلماء بيسخروا منه علشان ما عندوش اي اثباتات على الدراسات اللي بيقدمها، علشان كده هو لازم يلاقي الياتي ويقدمه كدليل على ابحاثه في المؤتمر العلمي. بتفشل انها تخرجهم من الصحراء دي، وبتقول انها السبب في كل ده، وجين كان على حق لما قال ان الرحله فكره مجنونه. وبعد ما بتيأس بتشوف سمك قدامها بيرجع لها الامل، لان والدتها قالت لها ان السمك رمز المثابره، فبتقرر انها مش هتستسلم تاني وهتكمل طريقها. بيقوم جين بالليل وبيخرج من الخيمه وبيشوف دكتور زارا وهي بتكلم النقيب، وبتقول له انهم لازم يتخلصوا من الاطفال دي ويسلموا الياتي للمشتري حي او ميت، وبتقول له كمان انها زهقت من دور البريطانيه المحبه للحيوانات. فبيقرر جين انه يهرب من المكان اللي هو فيه ويروح ينقذ اصحابه ومعاهم الياتي، وبيمشي طريق طويل وبيتبهدل لدرجه انه بيبيع موبايله علشان يأجر قارب يوصله للنهر اللي المفروض يتقابلوا عنده. وفي الوقت ده بتوصل واللي معاها لقطر بضائع بيوصلهم عند النهر، وهناك بيدوروا على جين لحد ما بيلاقوه جايب القارب. بس في الوقت ده بتوصل دكتور زارا ومعاها برنش وبيشوفوهم، فبياخدهم جين كلهم معاه في القارب وبيهربوا. لكن دكتور زارا بتحول العربيه لمركب وبتروح وراهم، وساعتها الياتي بيخلي النجيله ترتفع وبتخبط العربيه في النجيله وبتتكسر، وبيقدروا انهم يهربوا من زارا وبرنش. لكن النجيله بتفضل تكبر لحد ما بيقعوا كلهم، وبيتكسر الكمان بتاعي وبتكون حزينه وبتفضل تعيط. وبيجي لها جين علشان يواسيها وبيعتذر لها عن الكلام اللي هو قاله لها، وبيقول لها انها معاها حق في كل اللي قالته، وانه فعلا كان شخص ما بيفكرش الا في نفسه، لكنه اتغير وهيساعدها انها ترجع الياتي لعيلته. بعدها بتتفاجئ ان الياتي عرف يصلح الكمان بتاعها وبيرجعه احسن من الاول. وبتتفاجئ كمان لما بتكتشف انهم عدوا على كل الاماكن اللي كان نفسها تزورها، وبتقول لهم ان كده فاضل مكان واحد وهو تمثال بوذا. لكن الياتي بيشاور لها عليه وبتلاقي التمثال قدامها، وبيروحوا كلهم عند التمثال، وهناك بتعزف على الكمان وبيظهر ضوء من الكمان والدنيا بتمطر وكل المكان بيتملي ورود، وبتفرح جدا وبيدي جين وردة وبيشجعها تكمل طريقها للهيمالايا. وبيفضلوا كلهم سوا يتكلموا ويتفرجوا على النجوم، وتاني يوم بيمشوا لحد ما بيوصلوا لجبال الهيمالايا. وبتقول للياتي انه لما يعدي الجسر ده هيوصل لاهله، وبيعدوا كلهم على الجسر. بس في الوقت ده بتوصل زارا وبرنش والقوات وبيحوطوهم من كل اتجاه، فبيطلع الياتي فوق الجسر وبيطلع ضوء قوي وبرق بيضرب الجسر، وبينبهر برنش وبيرجع عن قراره، وبيقول لزارا ما تخليش الجنود تضربه لانهم لازم يحموا الياتي ويساعدوه يرجع لوطنه. لكن زارا بتخلي النقيب يضرب برنش بسهم مخدر، وبتؤمر القوات يضربوا الياتي باسهم مخدره كتيره، وبيقع الياتي وبيحبسوه في قفص كبير. ولسه زارا هتموته بتلحقها لكن زارا بتزقها وبتوقعها من على الجسر، وبتحبس جين وبنغ وبتاخدهم مع الياتي في عربيات مصفحه وبتمشي. لكن بتكون ماسكه في حبل وبتقدر تطلع تاني فوق الجسر، وبتعزف على الكمان السحري بتاعها، فبيطلع منه
منه طاقة كبيرة بتوصل للياطي وبيصحى وبيفجر العربية اللي محبوس فيها وبينقذ أصحابه، ومعاهم بيرنش وزارا بتحاول تدوسه بالعربية لكنها بتقع من جبل التلج. وبعدها بيرنش بيقول للياطي إنه أروع مخلوق شافه في حياته، وبيقول له ما ينفعش العالم يعرف بوجوده، وبيعرض عليه إنه يوصلها هي وأصحابها للمدينة، لكنها بتقول له إنها وعدت الياطي إنهم هيوصلوه لأهله. وهو بيقول لها إنهم مستحيل يقدروا يطلعوا قمة إيفرست، فبيقول له جين إن معين مفيش أي حاجة مستحيلة. بيديهم بيرنش هدوم الجنود التقيلة علشان يلبسوها وبيودعهم وبيمشي. وبيقول بينغ إن المسافة الإيفرست كبيرة جدا وكده هم محتاجين معجزة علشان يقدروا يوصلوا. فبيحاول الياطي السحب لأسماك كبيرة بتاخدهم وبتوصلهم لقمة إيفرست، ولما بيوصلوا بيلاقوا قدامهم كائنات الياطي كلها بتحضن يي والياطي وبتقول له إنها مش مصدقة إن الرحلة انتهت، وبتودعه وبتمشي. ولما بترجع يي البيت بتحضن ماماها وجدتها وبتقول لهم إنهم وحشوها، وبيجي لها بينغ وجين وبيكون معاهم هدية وصلت لهم من بيرنش، وبتكون عبارة عن أدوات استكشاف لمغامراتهم الجاية، وبيتلموا كلهم في بيت يي وبيكونوا مبسوطين جدا. لغاية هنا بيكون فيلمنا خلص، اتمنى يكون عجبكم. ما تبخلش علينا باللايك، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول، واشوفكم على خير ومع السلامة.